شهامت علی رضی الله عنه از دیدگاه رافضه و اهل سنت. آخوند محمد صالح میگوید علی به مانند شتر مهار شده کشان کشان برده شد. و اما الامر الثاني فاعتقال زوجها امير المؤمنين، ولما كانت تعرف قدر امير المؤمنين عليه السلام تألمت تألم نفسي شديد لما رأت امير المؤمنين يقعد كالبعير المغشوش بحمايل سيفه. اذا الزهراء تعرف علي بن ابي طالب اكثر مني ومنك، يعني ماكو نسبة بين معرفتي ومعرفتها. شلون آلامها وانت تتألم لما تتصور امير المؤمنين ملفوف العمامة على رقبته والغبار على وجهه ويقال، تتألم بشدة بشدة. اذا ما حال الزهراء صلوات الله عليها، ما حال الحسنين عليهما السلام وهما ينظران الى امير المؤمنين يقاد كالبعير المغشوش، وهما ينظران إلى أمير المؤمنين يقاد كالبعير المغشوش. اما شجاعت امیر مؤمنان علی رضی الله عنه از دیدگاه اهل سنت با زبان شیخ نواف سالم. إذن هذه من شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي سطرها لها التاريخ بيحرف من نور لهذا الرجل العظيم ولهذا الفارس المقدام. موقف آخر شبيه في غزوة خيبر، كما قلنا اليهود تحصنوا عندما خلص وجدوا أنه ما من بد أن يفتحوا الحصون وأن يجابهوا جيش المسلمين. أيضا وقعت مبارزة. من الذي خرج؟ خرج فارس اليهود مرحب، اسمه مرحب. هذا الرجل قال وهو أيضا يتبختر بفرسه شجاع وشهر سيفه، فقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يمدح نفسه. فخرج له علي بن أبي طالب، خرج له علي بن أبي طالب وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. قلنا الحيدر أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيد السندرة. فانطلق علي عليه كالصقر وأطاح برأسه كأنما خلق جسد من غير رأس.